بقالنا اكتر من شهر ولسه الضرب شغال في غزة. اوعى تعتاد الموقف او تفتكر ان الموضوع بيقل، لا، هو الموضوع في الأسوأ. والاحايب محدش قادر عليهم. تفتكر فعلا محدش قادر عليهم؟ يعني كل المنظمات وكل الدول اللي طالعه تدين الموقف مفروض ان احنا نصدق ان انتوا مش قادرين تضغطوا عليهم ان هم يوقفوا الضرب؟ الله اعلم. طب ايه اللي في ايدينا نعمله؟ اللي في ايدينا نعمله المقاطعة. مش مقاطعة، استغناء. استغناء عام عن كل المنتجات اليهودية والامريكية. ليه؟ لان كل ما تيجي تشتري حاجة افتكر ان فلوسك اللي انت بتدفعها دي انت بتمولهم يشتروا بيها اسلحة تموتنا. يعني اقل حاجة تقدر تعملها تجاه اطفالنا في غزة انك تمنع التمويل عن الدول اللي بتموتهم، الدول اللي بتشوف المشاهد دي وعادي وهاين عليها ده. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك مش مأثرة عليهم، لا، مأثرة عليهم جدا. اوعى حد يقول لك طب ورزق العمال، قول له الرزق بإيد ربنا. قول له ان كمان انا بنشط صناعة بلدي، اني بدي فرصة منتجات بلدي، وبحاول اساعد الجنيه بتاعي. رسين.